يا مساء الخير عليكم، ازيكم يا جماعة؟ يلا بينا كده النهاردة نعمل أحلى صوص سينابون علشان نستخدمه بقى كده ايه للسينابون الجميل بتاعنا، أو كمان نستخدمه لخلية النحل، أو نستخدمه لأي نوع من أنواع المعجنات اللي بتكون عايزة وصفة الحليب المكثف المحلى. يعني هي وصفة الحليب المكثف المحلى دي طبعا ما نستغناش عنها في كل الوصفات، بس النهاردة بقى احنا هنقدم الصوص بطريقة كمان مختلفة، يعني تنفع لكل أنواع وصفات الحلو معانا. أنا معايا كوباية من السكر البودرة، ومعايا كوباية من اللبن البودرة، ومعايا معلقتين كبار من الكريم شانتيه، وكمان معلقه كبيره من الزبده، وعلبه بقى جبنه مثلثات اي نوع انتوا عايزينه. تقدروا تستخدموا المكعبات اللي هي بتبقى مربعه، نوع كويس، او نوع ما يبقاش مقاطعه طبعا. وتقدروا تستخدموا اي نوع، بس طبعا يكون بالقشطه مش باي طعم تاني. وهحط عليهم كمان حوالي من نص لربع كوبايه من الميه المغليه، وابتدي بقى ان انا اضرب كده بالمضرب. هيبقى الضرب من المضرب احسن من الخلاط. وبعدين اسيبه بقى كده في التلاجة يتقل شوية، هيديني القوام الأمر دوت. تقدروا بقى تستخدموه في السينابون، في خلية النحل، في أي حاجة، وبس كده.